وجودك في تفاصيلي مهم جدا بأغاني ومواويلي، وغيرك يا حبيبي مو مهم عادي، تفز الروح لك لما تناديلي. كل يوم ألقى روحي بتندهلي، على العموم مش أخبي وداري عليه إنه غيرني وسرقني، وإن أنا اتعلقت بيه، اللي فات من حياتي ضاع لي. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الطارط كلاصي اللي كتجي هائله، نقدموها للضيوف تحمر الوجه. كتجي هكا نديروها في الاعياد والمناسبات الا جاي عندنا شي ضيف عزيز. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا، عندي هنايا الفرomboise وعندي التوت البري، عندي 150 غرام في 150 غرام. بالنسبه للكميه لكم الاختيار، ديروا نتوما شحال بغيتوا. عندي واحد الكاس ديال الحليب المركز المحلى، عندي واحد جوج ديال الياغورت اللي غادي يكون بالنكهه ديال الفرomboise والتوت البري. لكم الاختيار، الا ما لقيتوش تقدروا ديروا غير فاني عادي حتى هو يجي مزيان. عندي هنايا 3 ديال ابيض البيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ. غادي نحتاج نصف لتر من القشطه الطريه اللي تكون بارده مزيان. غادي نحتاج السكر، غادي نحتاج واحد جوج ساشيات ديال الفاني، وغادي نحتاج الملون والمنكه. طبعا كيبقى اختياري على حسابكم نتوما شنو بغيتوا. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نعسل الفرomboise وغادي نعسل حتى التوت البري. غادي نديروا واحد الكميه ديال السكر ونديروهم فوق البوطه يتعسلوا لنا مزيان، ونتلاقاو ان شاء الله. دابا البنات غادي نضربوا داك ابيض البيض اللي طبعا خصو يكون في درجه حراره المطبخ، نطلعوه هكا بحال الثلج. بسم الله. ها نتوما البنات، هكا كيكون الشكل ديال البيض البيض فاش نضربوه. دابا البنات غادي نطلعوا الكريم فريش اللي تكون بارده مزيان مزيان. صافي البنات، ما نضربوهاش كتر من هكا باش يجي لاكلاص ديالنا زوين، وغادي نكملوا ان شاء الله. خليكم معايا. بعد ما طلعنا الكريمه كما كتشوفوا بهذا الشكل بحال هكا، غادي نضيفوا عليها ابيض البيض اللي طلعنا حتى هو، وغادي نحاولوا نخلطوا هكا غير بشويه. غادي نضيفوا الياغورت، انا عندي هذا الياغورت بثلاثه ديال النكهات كما كتشوفوا، بحب الملوك وبالتوت البري وبالفرomboise. نتوما الا لقيتوا يعني ديال الفرomboise بوحدو وديال التوت البري بوحدو، يعني فاش تقسموا الخليط عادوا ضيفوا الياغورت ديالكم. انا ما لقيتش، لقيت غير هذا مخلط، حتى هو كيجي زوين الصراحه. كتشوفوا اللون ديالو مواتي معاهم بزوج. وغادي نضيف الحليب المركز المحلى، وغادي نخلط هاد المكونات كامله غير بلاتي حتى يتجانس لي الخليط كامل. دابا غادي نقسم الخليط على زوج. دابا غادي نضيف الفواكه اللي درت هنايا كما كتشوفوا. الفرomboise بعد ما درت له السكر وخليته هكا تعسل مزيان، ما بغيتش نطحنو خليته هكا. وبالنسبه للتوت البري كما كتشوفوا حتى هو كيعطي اللوين زوين، ما بغيتش نطحنوه، بغيت هكا يبقاو لي هاد المرصويات هكا كيجي زوين في لاكلاص. غادي نضيف هنايا
غادي نخلط. غادي نضيف شويه النكهه ديال الفرomبوز، تعطيني اللون وتعطيني النكهه. دابا غادي ندير الثاني. هانتوما شوفوا البنات على الوين كيعطينا هذا الموف شحال زوين، وفي نفس الوقت كنلقاو هذاك التوت البري هكا في لاكلاص ديالنا كيجي زوين. كتقدروا نتوما طبعا تعوضوه بفواكه اخرى. غادي نضيف شويه ديال الملون باش يزيد يعطيني اللون. دابا البنات غادي تاخذوا المول اللي عجبكم، مدور او لا كاري ولا اللي بغيتو. انا خديت هذا هو اللي غادي نستعمل، درت له هنايا الفيم اليمونتير وزيرته مزيان باش ما يخرجليش هكا في الجناب. بالنسبه لهاد لاطارط كلاصي ما غاديش نديرها بطبقات، غادي ندير نص في اللون ونص في اللون اخر باش يساعدني. خديت هاد البابي هكا كارطوني كيكون هكا ديال لاطارط، درتو هكا في الوسط باش نحاول ما امكن باش يجيني داكشي زعما مقاد. خليكم معايا البنات، غادي نبدي ان شاء الله نعمر. غادي نحاول نقاد. دابا غادي ندخلها المجمد تبات ليله كامله، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا طريقه التقديم والتزيين باذن الله. وهكا كيكون الشكل النهائي ديال الطارط كلاصي اللي وجدنا. الصراحه كيجي الشكل ديالها رائع والمذاق كيكون اروع. نتمنى تجربوها ان شاء الله في المناسبات، في الاعياد ديالكم، جاي عندكم شي ضيف عزيز توجدوها لكم وليداتكم على شله. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش تدعموني باللايك والبارطاج مع الاصحاب والاصدقاء، والى فيديو قادم باذن الله.